خرج الجميع ليشاهدوا ماذا حدث، ليجدوا طفلة لا تتعدى 11 عام ملقاة على الأرض غارقة في دمائها. تجمع الجميع حول الجثمان الطفلة واتصلوا بالإسعاف في اللحظة التي كانت فيها الطفلة لا تزال على قيد الحياة، ووجدوا بجوارها فردة من حذائها والأخرى غير موجودة، كما وجدوا حقيبتها بها كشكول ونصف قالب طوب. فوجئ الجميع بوجود فردة الحذاء الأخرى بالطابق الخامس بإحدى عمارات مساكن الغزل والنسيج، وتبين أن الطفلة سقطت من الطابق الخامس. على الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد أحمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة دمياط لمكان الواقعة والقوى المرافقة، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى التخصصي لإسعافها. تبين أن الطفلة تدعى ريتال خالد من قرية الشهراء في الصف الخامس الابتدائي، تبلغ من العمر 11 عام، في حالة حرجة، نزيف في المخ وكسر بالجمجمة وارتجاج بالرئة وتشنجات. ويتم الآن متابعة أطباء جراحة المخ والإعصاب والنساء والأنف والأذن والحنجرة. ومن جهتها تكثفت الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وكشف غموض سقوط الطفلة من الطابق الخامس. الفتاة التي كانت تستعد لدراسها في هدوء صباح ذلك اليوم خرجت من منزلها كأي فتاة في سنها. لم يشعر أحد أنها تحمل سرا أو خوفا، ولم تكن هناك أي علامات توحي بأن شيئا غير عادي سيحدث لها، لكنها لم تصل إلى درسها، بل وجدوها ملقاة على الأرض تصارع الألم ووسط صدمة المارة وقلوب ترتجف من هول المشهد. المثير للحيرة أن المكان الذي سقطت منه لا تربطها به أي صلة، لا من أقارب ولا أصدقاء، لا موعد معروف ولا سبب واضح يجعلها تصعد إلى هناك. وبين علامات الاستفهام ظهرت تفاصيل تزيل الغموض. فردة من حذائها كانت في نفس الطابق، وفي حقيبتها المدرسة حجر صغير. ما الذي كانت تخشاه ريتال؟ ولماذا كانت تحمل شيئا كهذا معها، حجر صغير في شنطتها؟ هل كانت تشعر بتهديد أم إنها مجرد صدفة حزينة في لحظة عبر مفهوم غير مفهومها؟ شيئا في لغز كبير ما تعرفوش غير ريتال. ريتال في ظروف غامضة. ريتال وقعت من الدور الخامس من عمارة جنب مدرستها في ظروف غامضة محدش يعرفها غير ريتال وربنا بس، وتحقيقات النيابة هتظهر الحقيقة. ما تصدقوش أي كلام من اللي بيتقال لأنه كله غلط. ريتال في العناية المركزة، عندها نزيف في المخ. كل اللي احنا عاوزينه ان انتوا تدعوا ان ريتال تقوم بالسلامة، وساعتها ريتال هتحكي ايه اللي حصل وايه اللي كان مخوفها. ايه اللي كانت ان ريتال ما تروحش الدرس وتطلع من المدرسة تبكي والكاميرات كانت جايباها، وانها تتجه للعمارة الغزل والنسيج، وان هي بعد كده تقع من الدور الخامس. ايه اللي كان عند ريتال واللي مخوفها وما قالتش للسر منه لباباها ولا مامتها، ما قالتش السر لاي حد؟ ايه اللي خلى ريتال انها تحط طوبة او حجر صغير في شنطتها؟ السر كله عند ريتال. ادعوا الريتال انها تقوم بالسلامة علشان نعرف منها السر وحق ريتال.